ذكرنا أهلنا في غزة بما قرأناه من سير الصحابة الكرام، نعم، وبما قرأناه عن سير النبي صلى الله عليه وسلم. فحين نتتبع أحداث السيرة كأننا رأيناها في يعني بحر هذين السنتين، يعني حقيقة رأينا كل هذه المعاني التي ذكرتها، بل رأينا أطيافا أخرى. أعلم أن المجال لا يتسع، لكن كيف عاملوا الأسرى مثلا، هذه اللقطة الجميلة جدا، كيف يعني أهلنا في غزة والمقاومون عاملوا الأسرى بأخلاق الإسلام، بما جاء وبما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، والوحدة الوطنية والثبات على المبدأ الجماعي. فحقيقة يعني يحق فيهم أو تحق فيهم بشارة النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول خير الرباط رباط عسقلان، وهم الآن أقرب إلى عسقلان، وهم أهل عسقلان وأهل هذا الرباط. نسأل الله تعالى أن يعجل لهم بنصر من لدنه مبين.